هنيجي نتكلم النهارده عن القصه، وهي القصه اللي شاغله العالم كله، وهي قصه الذهب. اللي احنا كنا متوقعين امتى الذهب يطلع، وتوقعنا عند المستوى ال 5500 دولار ان هو يبتدي ان هو ينزل. هنيجي نتكلم النهارده عن القصه اللي بتاعتنا، وهي القصه اللي شاغله العالم كله، وهي قصه الذهب. الحمد لله كان لينا السبق اللي احنا كنا متوقعين امتى الذهب يطلع، وتوقعنا عند المستوى ال 5500 دولار ان هو هيبتدي ان هو ينزل. في الوقت ان العالم كله كان في قلق، والاسواق كلها بتتحرك بين خوف وقرارات، في اصل دايما بيرجع يتصدر المشهد. الاصل بيجمع بين الامان والخوف والطمع. الذهب. الناس كلها دلوقتي بتسال، هل السؤال الحقيقي، هل الذهب لسه قادم صعوده؟ النهارده مش هنتكلم عن مجرد سعر للذهب، احنا هنتكلم عن قصه الذهب. خليك معايا، لان اللي جاي مش تحليل عادي، دي رؤيه وممكن تغير تفكيرك في السوق كله. ليه الذهب؟ اول سؤال، ليه دايما الذهب ما اتحركش رغم الحرب اللي حصلت؟ ودايما الحرب لما حصلت المفروض ان الذهب يبتدي يطلع. هنلاقي ان اول حاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل كده، ان دايما لما بتيجي الحروب تحصل، كان اول حاجه بتبقى قبل الحروب تحصل كان بيبقى هو الذهب، هو الملاذ الامن. تاني حاجه بتحصل بعدها هو الناس بتبتدي تدور على الاغذيه وعلى البترول وعلى الادويه. تالت حاجه بيبتدي اعاده الاعمار.